شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة فيديو جديد اتمنى ان هو يعجبكم. النهاردة هشارك معاكم يومي من 5 الفجر لغاية بعد الفطار. عايزة اقول لكم ان ده والله فعلا تفاصيل اليوم بجد، واكتر حاجة يعني دي اكتر فقرة ببقى مستمتعة بيها جدا جدا، وهي قراءة القرآن. بحب اقرأ القرآن بعد الفجر، لأن قول الله سبحانه وتعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا. فبصراحة يعني من أكتر الأوقات اللي بيكون فيها راحة وسكينة وتقدري إن انتي تقري فيها بتدبر وبخشوع هو الوقت ده. خصوصا كمان إن الناس كلها بتبقى ممكن اللي بيروح شغله واللي بينام، فالوقت ده بيكون بجد حلو جدا جدا. بعد بقى ما خلصت الورد بتاعي وكل حاجة، دخلت شوية على المطبخ. عايزة اقول لكم ان انا مش بقضي طول اليوم في المطبخ الحقيقة، يعني ممكن انزل اجيب حاجات، ممكن يكون ورايا حاجة مثلا بعملها. بس حبيت كده اشارك معاكم شوية حاجات. امبارح ما رضيتش انزل لكم بصراحة السمبوسة عشان الفيديو ما يكونش فيه تفاصيل كتير، وللاسف يعني الفيديوهات من اول رمضان مش متشافة خالص، فانا مش عارفة بصراحة ايه السبب. يمكن عشان بتنزل متأخر شوية، بس انتوا عارفين يوم رمضان فعلا يعني صغير، يعني الواحد فعلا مش بيلحق. المهم يعني حبيت ان انا اشارك معاكم طريقتي كده في السمبوسة والحشوات بتاعتها، وحبيت ان الحشوة كلها تكون صحية ولذيذة جدا، وهنعمل السمبوسة بطريقة صحية وحلوة قوي قوي. اول حاجة حطيت جبنة قريش، والجبنة القريش في السمبوسة بتطلع خطيرة. حطيت كيري او جبنه كريمي، بس المهم تكون طبيعيه، وكمان حطيت موتزاريلا وبرده تكون طبيعيه، وحطيت حبه البركه بجد بتدي طعم حلو جدا جدا لحشوه السمبوسه. وهوريكم بقى اسهل طريقه او اسهل طريقتين للف السمبوسه بالنسبه لي. في طرق تانية بس انا بالنسبه لي دول اسهل طريقتين. زي ما انتم شفتوا كده بعملها شبه القرطاس، وبعد كده بلفها تباعا كده زي ما انتم شايفين، وبعدين بلزقها بخليط الدقيق. خليط الدقيق عباره عن دقيق وميه، بس بيبقى عامل شبه البيست كده او شبه العجينه، وبتلزقي بيه الطرف بتاع السمبوسه. وطبعا الست فيروز هانم مشاركاني في كل حاجه، وعايزه هي كمان تلعب مع السمبوسه، وعايزه هي تلفها، وعايزه تحط عليها خليط التلزيق. فكانت بصراحه يعني مطلعه عيني في المطبخ. فعايزه اقول لكم ان انا وانا بصور يعني كنت بمارس اقصى درجات ضبط النفس. الحقيقة يعني أنا أكتر حاجة بتعصبني أو أكتر حاجة بتضايقني الكركبة. أنا مش بحب الكركبة في حياتي خالص. بحب إن الحاجة اللي أنا أو المكان اللي أنا قاعدة فيه يكون نظيف مترتب. يعني عيني مش بتحب الكركبة، مش بقبلها خالص خالص خالص. فمش بحب مثلا حد يلعب في حاجة أنا بعملها، ترتيبة معينة أنا عاملاها مش بحب حد يغيرها. فدي فعلا من الحاجات اللي بتضايقني يعني جدا. يعني مش عارفة ده مرض ولا ايه، بس فعلا الواحد عنده فعلا ده ان هو ما يعرفش يبقى عينه. يعني الواحد مش متقبل فكرة ان في طفل مثلا بيلعب فيكركب. بس الحمد لله يعني انا بسيب فيروز تلعب وكل حاجة، بس مهم قوي قوي ان انتوا تشاركوا ولادكم في الترتيب بتاع اللعب بتاعتهم في هدومهم. علموهم من هم صغيرين. تعالى ساعدني يا حبيبي مثلا واحنا بنلم اللعب، تعالى قلعنا الهدوم، تعالى بقى نطبقها ونشيلها في الدولاب عشان يبقى الأوضة بتاعتك نظيفة. مهم جدا جدا ان احنا نربي ونزرع في ولادنا القيم دي. وان شاء الله الفيديو الجاي هقول لكم على برامج على اليوتيوب تقدروا تشغلوها للولاد، حلوة جدا جدا، وهتلاقوا فيها قيم وقيم دينية وتعليم كده للأخلاق الجميلة. فإن شاء الله إن شاء الله هصورها لكم وأنزلها لكم. وانا بصراحة بحب ان انا اشارك معاكم كل الحاجات اللي انا بحب ان انا يعني تكون مغروزة في بنتي، او القيم او العادات او كده. بحب ان انا اشاركها معاكم علشان الكل يستفيد.
تعالوا نرجع للفيديو. هنا انا كنت لفيت السمبوسه ووريتكم طريقتين في الفيديو لف السمبوسه. آه هنا بقى هنعملها صحيه في الاير فراير. رشيت عليها شويه زيت وبدخلها الاير فراير تاخد لون من فوق، بعد كده بقلبها الناحيه التانية اديها رشه زيت كمان وبس كده بتبقى جاهزه. مش بتاخد وقت خالص في الاير فراير. عايزه اقول لكم ان هي سخنه ملهلبه. انا مش عارفه ان انا يعني يعني اقطعها زي ما انتوا شايفين كده. بصوا هي في الفرن بتطلع احلى، يعني عشان نكون واضحين. لو عملتيها في الفرن هتبقى احلى وطبعا صحيه وكل حاجه، وهي في الاير فراير برضو صحيه. بس ليه بقول لكم في الفرن احلى؟ لان في الفرن بتطلع مقرمشه بزياده، غير الاير فراير في حاجات او ممكن لو حابين ان احنا نوطي درجه الحراره شويه، بس انا مش ما وطيتهاش بصراحه. فممكن نجرب الطريقه دي. بس انا عن تجربه في الفرن بتطلع خطيره ومقرمشه وبتنفش كده، غير الاير فراير، فالافضل حطوها في الفرن. طيب تعالوا بقى نعمل مع بعض الفطار بقى اللي هو الطبيخ بتاعنا العادي. عايزه اقول لكم ان انا يعني التفريزات اللي عملتها قبل رمضان بجد يعني من الحاجات اللي سهلت عليا فوق ما تتخيلوا. زي ما انتم شايفين كده طلعت البسله متفرزه ومتفصصه وجاهزه وكل حاجه. كمان طلعت الجزر متقطع جاهز، والصلصه معموله جاهزه، ويا دوبك بس قطعت بصلايه. انا البصل ما فرستش بصراحه بصل يعني يعني قلت ايه ما جاتش على تقطيعه البصلايه دي، فبدات كده ان انا اقطع بصلايه، بقطعها عادي يعني تقطيعه كبيره صغيره اللي انتوا عايزينه. وبعد كده نزلت عليها فصين كده من الثوم. انا على فكره لسه ما فرستش ثوم، ان شاء الله هشارك معاكم طريقتي في تفريز الثوم، واسهل واحلى طريقه ممكن تفرزوا بيها الثوم. حطيت البسله وحطيت الجزر. بصوا البسله نازله الواحده بوحدتها وما فيهاش تلج علشان احنا منشفينها كويس جدا. ونزلت الجزر وهنزل عليهم كمان الكيس بتاع الصلصه. طبعا هو الكيس انا بصراحه ما طلعتش اي حاجه تفك، يعني هو من الفريزر على الطبخ على طول. وحلو قوي موضوع الكيس بتاع الصلصه دي. فعلا سهلة قوي، يعني اللي هو الكيس على قد الطبخة، فبصراحة يعني سهل عليا جدا. واللي عايز فيديوهات التفريزات يرجع لها، هتلاقوا الفيديوهات موجودة على القناة. بجد هتلاقوا فيها طرق حلوة جدا للتفريز وسهلة وسريعة زي ما انتم شايفين. هحط عليها شوية كده من المية وبس، وهسيبها على النار يعني تسيح، وهتسيح معايا بسرعة. يعني هو هتلاقوا الصلصة دابت وكده بسرعة جدا، مش بتاخد وقت خالص. والبسلة برضو في تسويتها مش بتاخد وقت. انا بس بضيف عليها التوابل. حطيت عليها مرقة فورية، وحطيت عليها فلفل اسود، وحطيت عليها رشة كده من الملح، وبس كده، مش يعني ليس الا. وهغطي عليها واوطي النار وهسيبها تستوي على مهلها خالص خالص لغاية ما البسلة كمان تستوي والجزر كمان. وحابين تحطوا عليها بطاطس، انا جيت في الاخر حطيت عليها حتة بطاطساية كده صغيرة، ما يعني حبيتش اكتر. وبعد كده بقى هعمل الرز. هعمل بقى جنبها رز بالشعرية. يعني بصراحة البسلة بتحب الرز بالشعرية يا جماعة، يعني فعلا من انا بحب الرز جدا. يعني انا من الناس اللي بتحب الرز، بحب العيش، بحب المكرونة، بحب الحاجات دي كلها. بس بحب الرز بانواعه، يعني بحب الرز الابيض، بحب الرز اللي بالشعرية، بحب الرز اللي بالعدس الاصفر اللي هو الكشري. بحب الرز اللي هو المبهر، بحب الرز بالخضار. عموما يعني الرز من الاكلات اللي فعلا بحبها. زمان كنت يعني وانا صغيرة كده قبل ما اتجوز كنت بحب اجيب الرز الابيض كده واكله لوحده، اقطع جنبيه كده طماطم واحط عليها ملح وفلفل اسود وليمون، ليمون كتير، واقعد اكل بقى فيها مع الرز. دي كانت عارفين امتع لحظات حياتي يعني. هنا يعني انا مش هقول لكم طريقه الرز، كلكم طبعا اشطر مني فيه. بس زي ما انتم شايفين كده انا بحب بس اشوحه كده مع الشعريه علشان يكون مفلفل في الاخر، ما يبقاش معجن معايا. وبس كده بحط عليه الميه والملح وممكن رشه فلفل اسود لو حابين. واول ما يتشرب بغطي عليه ووطي النار خالص وبسيبه بقى كده برضو يستوي مع نفسه براحته. في الأثناء دي قلت أحضر الكوبايات بتاعة البلح باللبن.
انا البلح باللبن بصراحه انا مش بحب البلح باللبن، انا بحب البلح بالمنقوع بتاعه ميه، مش بحبها باللبن. ولكن أه بحب اضيف عليه مؤخرا شويه لبن كده صغننين، يبقى عامل شبه يعني عارفين لما تعملوا شاي بلبن نص لبن ونص ميه، اهو هو كده. لان ميه التمر اللي انا ببقى او البلح اللي انا بكون غليها على النار بتكون لونها بني كده، مش عايزه طعمها يضيع مع اللبن، مش عايزه طعم اللبن يخش عليها، فبتطلع رائعه بصراحه. ده بقى البانيه اللي انا كنت مفرزاه معاكم، متبل جاهز جدا، ما فيهوش اي حاجه اي شغل، يا دوبك طلعته يفك زي ما انتوا شفتوا كده. وهحطه على الطاسة مع حتة سمنة بلدي، ممكن زيت او زبدة اللي انتوا عايزينه، وهحطه على الطاسة ياخد لون من من ناحيتين. وهعمل بقى الصوص اللي انتوا عارفين ان انا بحبه جدا، اللي هو السويت اند شيلي صوص. بينقل حرفيا الفراخ البيت، والله العظيم بيقلب كأنك دخلتي محل مشويات او فراخ مشوية. طعمه يا جماعة والله العظيم وريحته خطيرة، بتقلب ريحة البيت حرفيا. هجيب ايه بقى؟ هجيب كام فص كده صغيرين من التوم، مش لازم يعني تكسروهم، هما مع التشويح هتلاقيهم طريوا. تهدروا تهرسوهم كده. وبعد كده هنزل عليهم بحته كده صغيره من السمنه، يا دوبك كده يتحمروا فيها وريحتهم تطلع. بعد كده هنزل عليهم بمعلقه كبيره من العسل النحل. عايزه اقول لكم ان الصوص ده والله العظيم والله العظيم بينقل الفراخ في حته تانية خالص. يعني جربوه والله العظيم، لذيذه لذيذه فعلا، وريحتها بتكون خطيره، بتقلب ريحه البيت حرفيا يعني. والله بجد. حطيت كمان عليها هوت صوص عشان تكون سبايسي شويه، وبعدين هقلبها شويه، ممكن تحطوا شويه ميه صغنطاطين، يعني ايه اللي هو الفراخ تاخد صوص، الفراخ بتتكرمل وبتطلع خطيره. وبس كده، ده كان الفطار بتاعنا، الرز والفراخ والبسله، شويه مخلل بقى كده حلوين من اللي احنا كنا عاملينهم برضو. وبس كده، جربوها وبألف هنا. حبيت بقى كده بالليل ان انا اعمل قعدة حلوة كده مع شوية تمر ومكسرات. وجبت بقى الطبق الجديد اللي انا شارياه، انا للاسف ما لحقتش اشارك معاكم مشتريات رمضان، فبس هتشوفوها يعني في الفيديو مع التصوير. اخيرا عملت سنابل القمح، انا اللي عامله الفازه اللي على السفرة دي زي ما انتم شايفين كده، وانا اللي عامله المكرميه دي برضو. بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.